ما كاينش شي مارشي دزتي منه الا كيهضروا على اسعار ديال البيض وكيفاش انه نقص. وكاين مجموعه الاسباب وراء هذا الانخفاض ديال الاثمنه نتاع البيض. اولا اللي هو الانتاج اللي ترتفع، ثانيا هو الطلب اللي انخفض، لان في رمضان كيكون الطلب على البيض اكثر، الناس كيستهلكوه بصفه يوميه، ولكن في الايام العاديه كاين الناس ما كياكلوش البيض بزاف. والتكلفه ديال العلف، يعني الثمن ديال العلف خصوصا ديال الدجاج، دونك تعليف الدجاج ولا ارخص، وبطبيعه الحال الدجاج كيعطينا البيض، يعني البيض حتى هو غادي يولي ارخص. هادشي ما كيعنيش يكون عنده اثار جيده على الاقتصاد، تقدر تكون اثار عكسيه الى الثمن غادي وكينخفض، لان المنتجين والموزعين ديال البيض غادي يتضرروا حيث انهم كيبيعوا باقل من التكلفه، وهذا الشيء غادي يخليهم ربما يكون فقدان ديال فرص الشغل، ويكون ارتفاع الاثمنه ديال البيض في المستقبل، لان الناس ما يبقاوش ينتجوا بزاف بسبب ان التكلفه ديالو ولا الربح ديالو قليل. فهادشي يقدر يكون عنده اثار عكسيه ويخلي ان الانتاج غادي ينقص، وربما حتى الاسعار ديال البيض تعاود ترتفع اكثر من اللي كانت عليه قبل. ما تنساش تقول لنا الراي ديالك في التعليقات، وتقول لنا شحال داير البيض حاليا في المدينه ديالكم ولا في الحي ديالكم، ونشوفوك في الفيديو الجاي.